فكري كده امتى اخر مره عملتي حاجه لاول مره، اللي هو بجد فكري فيها كده. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. من غير رغي كتير ومقدمات، انا النهارده عايزه اتكلم في حاجه مهمه جدا. كلنا لما بنطلع لفتره المراهقه، بدايه فتره المراهقه واحنا بقى خارجين من الطفوله بقى والمرحله دي، بنبدا نبص لنفسنا بصوره مختلفه شويه عن قبل كده. يعني قبل كده مثلا كانت اكتر حاجه بتهمنا اللي هي اللعب والهزار، وان احنا ننزل نلعب في الشارع، نروح الالعاب، نروح الملاهي، كل الكلام ده. فدي اكتر حاجه في طفولتنا احنا كنا مهتمين بيها. فلما نبدا مرحله المراهقه بنبدأ نشوف نفسنا بصورة تانية خالص، بنبدأ بقى نشوف شكلنا هل أحسن حاجة ولا لأ، جسمنا، طب شخصيتنا. بنبدأ بقى إن احنا ندرك إن في حاجة اسمها شخصية. واحنا صغيرين شوية ما كناش فاهمين أصلا يعني ايه شخصية، مش فاهمين اللي هو احنا عايزين نلعب ونجري ونهيص وخلاص. فلما بنكبر آه، في حاجة كده في عقلنا بتتفتح، طب وأنا شخصيتي عاملة ازاي؟ فتبدأي بقى تهتمي، فتبدأي تعملي سيرش وتبحثي وتلاقي إن الحياة مش بس لعب، مش بس هزار، مش بس خروج مع صحاب، لأ ده في حاجة اسمها شخصية. الشخصية دي عاملة زي الحصالة. أنا بالنسبة لي من وجهة نظري عاملة زي الحصالة، كل ما تحطي فيها عادات جديدة، كل ما تحطي فيها أسلوب حياة معين أنت عايزة تعيشيه، هتديكي أحسن مبلغ في أقل وقت. ده بالظبط اللي أنا عايزة أتكلم فيه النهاردة، إن إحنا إزاي نخلي شخصيتنا أحسن، وفي نفس الوقت ما تبقاش شخصية ضعيفة، ما تبقاش اللي هو أي حد يقول لنا أي حاجة فاحنا تمام مفيش مشكلة، بنتحرك مع الرايح وبنيجي مع الجاي وبنعمل كل الكلام ده. دي حاجة طبعا مش كويسة خالص. شوية خطوات بسيطة كده هنعملها تخلي شخصيتنا أحسن كتير 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 من عن قبل كده. أول حاجة عايزين نعملها إن إحنا نمسك ورقة وقلم ونكتب كل حاجة. يعني نكون إنسان كأننا بنلبس عروسة، أو كأننا فاكرين لعبة باربي زمان لما كنا بنلبسها، كنا بنجيب مثلا الشخصية بتبقى قدامنا، إحنا بقى بنبدأ نكونها، بنبدأ نكون شكل معين، لبس معين عايزينه على ذوقنا. إحنا نمسك ورقة وقلم ونشوف كل حاجة احنا عايزينها في شخصيتنا دي هتبقى ازاي، اللي هو احنا نحبنا ازاي. لو احنا مثلا بنكون كائن قدامنا، احنا عايزين الكائن ده يبقى في أنهي صورة، يبقى في شخصية ايه، بهيئة ايه، بشكل ايه. فأبدأ أرسم في دماغي أنا عايزاها بالشكل الفلاني، بالجسم الفلاني. مش عيب، مش عيب أبدا إن احنا مثلا نكون مش عاجبنا حاجة في شكلنا، مش عاجبنا حاجة في هيئتنا من بره، نعدلها. ما تسمعوش كلام الناس اللي بتقول لكم لا طبعا الشكل مش كل حاجة، دي كلها حاجات سطحية، واللي يهتم بيها يبقى شخص سطحي. لا يا جماعة، بجد بجد الناس بتهتم بالشكل بنسبة كبيرة. مش هقول لكم انكم تحطوا كل حاجة في اعتباركم الشكل وتمشوا اللي هو انا شكلي مثلا مش عاجبني مثلا حاجة فخلاص انا مش هثق في نفسي، انا مش هطور في اي حاجة. لا لا، مش كده خالص. يعني نسبة كبيرة فعلا مهم الشكل، بس طبعا طبعا برضو مهم جدا جدا الشخصية. بس اللي يقولك ان الشكل مش مهم ده الصراحة بيضيع. فجي وقت ان احنا نهتم بقى بشكلنا شوية. يعني زي ما قلت لكم احنا في التكوين ده، انا عايزاها جسمها يبقى كذا. طيب جسمها يبقى كذا ده اوزن نفسي مثلا، اشوف انا كام وزنت. طلعت مثلا انا عايزه اخس 15 كيلو مثلا، فاقوم كاتبه كده في الورقه انا عايزه اخس 15 كيلو. طيب شكلي انا مثلا ايه مش عاجبني في شكلي، عايزه اهتم بنفسي اكتر. بشرتي مثلا تبقى مترطبه احسن، اجيب سكين كير، هير كير، كل الحاجات دي. فانا كتبت كل حاجه ظبطها. ده مثلا من حيث الشكل. طيب من حيث الستايل اللبس، انا مش عاجبني ستايل لبسي خالص. انا عايزه ابقى بشوف مثلا على بنترست في حاجات ستايلات بحبها اكتر، في حاجات على تيك توك مثلا بتعجبني، بس انا مش عارفه اعمل الستايل ده. كل حاجه بتيجي بالتدريب، تدريب النظر. يعني ان انا اشوف صور كتير او اشوف فيديوز كتير كلها ليها علاقه باللبس اللي انا عايزه البسه او بالستايل اللي انا عايزه البسه. دي حاجه هتخليكي احسن، وهتخليكي تعرفي تختاري لبسك بطريقه احسن. ده مثلا من حيث الشكل. جزء تاني وهي الشخصيه. خلاص اوكي، انا كده كتبت في الورقه، انا حددت كل حاجه من حيث الشكل. طيب انا دلوقتي عايزه احدد من الشخصيه بقى، جوايا انا عايزه ابقى ايه. فانا دلوقتي مثلا اللي هي مش عاجباني، ايه اللي مش عاجبني فيها؟ هل اللي مش عاجبني فيها ان هي انطوائيه، ولا مش عاجبني فيها ان هي مثلا بتاخد على الناس بسرعه؟ دي عكس دي خالص. بس يعني شوفي انت بقى، وعلى حسب انت شخصيتك ايه. مش عاجبني فيها ايه تاني؟ مش عاجبني فيها ان هي طول النهار قاعده على السرير مثلا مش بتتحرك. تشوفي كل حاجه مش عاجباكي في شخصيتك وتبداي تكتبيها على ورقه وقلم من حيث الشكل ومن حيث الشخصيه واللي جوه. خلاص احنا كتبنا وحددنا بالظبط في نقطه واحد اتنين تلاته. على فكره التحديد ده مهم جدا جدا. يعني انا مثلا ما بتخيلش حياتي من غير ما انا اكون كاتبه كل حاجه انا عايزاها على السنه اللي جايه مثلا. تاني خطوه بقى نشتغل عليها هي الثقه بالنفس. سواء بقى كتبتيها في الورقه او انت اصلا مش مدركه اهميه الثقه بالنفس دي ايه. يعني انا بالنسبه لي معرفتش اعمل اي حاجه او معرفتش احسن شخصيتي غير لما انا كنت مدركه ان انا لازم يبقى عندي ثقه في نفسي. لما بدات اظبط النقطه دي، يعني كل حاجه بعد كده بتبدا تتظبط تلقائي. انك تكون مش بتمشي مع اي حد يقول لك اي راي ان هو انا هتبع الراي ده وتمام، انا ما عنديش مشكله معاه، هو فعلا رايه اللي صح وانا مش مشكله في رايي، مش مهم واي حاجه. ان انا مثلا اكون وانا قاعد خايف شويه، او ان هو انا قاعد قافل على نفسي كده
او او مثلا مربع ايدي بادي لانجوج بقى، كل الكلام ده طبعا مش احسن حاجه خالص، وبيدي صوره للشخص اللي قدامك ان انت مش واثق في نفسك ابدا، واللي هو هنقول له كام كلمه كده ونسكته. طبعا مفيش حد يتمنى ان هو يبقى كده، اللي هو اي حد يقول له كام كلمه او يحطوه في اخر اعتبارهم. انا بالنسبه لي الثقه بالنفس بتيجي من اول خطوه زي ما قلت لكم من شويه، ان احنا نحدد كل حاجه. طالما احنا حددنا كل حاجه وبدأنا إن إحنا نشتغل عليها ونعمل عليها ونبنيها واحدة واحدة، فمن هنا بقى الثقة بالنفس أصلا هتبدأ تتبني. أصل هو مش زرار هندوس عليه خلاص أنا لازم يبقى عندي ثقة بنفسي فأنا خلاص عندي ثقة بنفسي دلوقتي، ده مش منطقي خالص. فهي كل حاجة بتيجي واحدة واحدة. انت كل ما تحط حاجة في الحصالة اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، الثقة بالنفس دي هتزيد، اللي هو الريت كده معدل طالع ضارب في السقف. كل ما تحط حاجة في الحصالة، كل ما تبني عادة جديدة، كل ما تحسن حاجة في شخصيتك أكتر، ثقتك بنفسك هتعلى. هي كده نسبة وتناسب يعني. وحاجة برضه تانية مش أحسن حاجة خالص، إن احنا نبقى قاعدين مثلا وسط صحابنا أو قاعدين وسط جروب شلة، سواء في الجامعة في المدرسة في أي حاجة، إن احنا ما يكونش عندنا رأي. مثلا حد يجي يسألنا عن رأينا، نقول لهم عادي اللي انتوا عايزينه براحتكم. طب سما مثلا انت حابة كذا كذا، مش مهم اي حاجة، شوفوا انتوا عايزين ايه واعملوه. ده مش صح. حتى لو انت مش همك ساعتها او عايز تكبر دماغك، بس لا، انت لازم تقول لهم يا جماعة انا عايز واحد اتنين تلاتة، وتعبري عن رأيك وتعبري عن احتياجاتك، عشان هي الثقة بالنفس تبني كده واحدة واحدة. وكمان عشان الناس الصراحة ما تحسش ان انت كده، يعني لو حست ان انت مش واثق في نفسك كفاية، الناس بجد هتمسح بكرامتك في الارض يعني حرفيا. لا، محدش بيرحم، وخصوصا في الموضوع ده. في حاجة تانية برضه أنا شايفة إن هي بتبقى كويسة أوي، من حيث إن أنتِ مثلًا تصلّحي موضوع الكسل. طب أنا ماشي طموحة وأنا عندي أهداف كتير وعندي حاجات كتير أوي عايزة أعملها، بس أنا مشكلتي إن أنا كسولة مثلًا، طول النهار قاعدة مش باتحرك، أو طول النهار قاعدة في zone معيّنة كده مش باتحرك منها. ممكن حل بسيط لده إن أنتِ تعملي عادتين في الأسبوع. يعني أنا دلوقتي الأسبوع ده قررت إن أنا أدخّل عادتين جداد في أسلوب حياتي، سواء مثلًا إن أنا حتى لو حاجة بسيطة أوي، قررت أنزل أجري كل يوم الصبح مثلًا 10 دقايق، جري 10 دقايق مع شوية مشي، كل يوم تعملي ده وتلتزمي فيه، دي اسمها عادة جديدة دخّلتيها تستمري عليها أسبوع. مع عادة تانية مثلًا إن أنتِ تكلمي أصحابِك أو تكلمي قرايبِك، كل يوم تسألي على حد منهم. دي كده عادتين أنتِ خدتيهم في أسبوع، وتبدئي أسبوع مواصلة عليهم كويس، الأسبوع اللي بعديه تيجي تدخّلي عادتين جداد، وهكذا بقى، هتيجي معاكِ واحدة واحدة لحد ما تكوّني الشخصية اللي أنتِ حاباها فعلًا، أو الشخصية اللي أنتِ عايزاها. وحاجة تانية برضه أنا باشوفها إن هي مهمة جدًا، جدًا، روحنا من جوّه، الروح اللي هي يعني أنا باحس إن أبسط حاجة الروح دي ممكن تتلوث من أي حاجة، تتلوث بقى من حاجة عملتيها وِحشة مثلًا، آمم، سواء فعل مع صحابِك، حركة كده ما كانتش أجدع حاجة، دي كلها حاجات بتلوث البني آدم من جوّه، وحاجة على حاجة على حاجة بتخلّينا أشخاص مش كويسين خالص. فأنا باحس بقى إن أكتر حاجة بتنضّف فعلًا الشخص من جوّاه هو سماع القرآن. يعني أنا حاجة فادتني جدًا، جدًا الصراحة. أنا كنت مثلًا وأنا مسافرة في طريق سفر بعيد أو كل الكلام ده، كنت دايمًا باحط الهاند فري في ودني وأسمع أغاني بقى، كل الأغاني اللي أنا باحبها. أنا كنت حد بيحب الأغاني جدًا، جات كده سبحان الله مرة واحدة حسيت إن أنا عايزة أسمع قرآن، فبدلت بدل ما سمعت أغاني يعني سمعت قرآن. فمن ساعتها ده كان أول يوم أحس إن هو ياه! بجد إيه الهدوء وإيه الراحة النفسية وإيه الجمال ده. فكرة إن أنتِ تبقي مقرّبة القرآن من ودنِك أوي كده في هاند فري مع صوت شيخ أنتِ بتحبيه، بجد دي حاجة في منتهى الجمال اللي في الدنيا، بتخلّي النفسية أهدى وأروق، وبتحسي إنِك طايرة كده في عالم تاني حرفيًا. وخصوصًا سورة البقرة، يعني أنا دي صديقتي في طريق السفر بقى لها فترة، كل أمّا يبقى في طريق سفر طويل أو كده لازم أشغّل السورة دي. بجد، بجد باحس إن أنا نفسيتي يعني كإني طايرة على السحاب كده. وحاجة تانية برضه، خلّي دايمًا عندِك من جواكِ إحساس بالذنب فوق أي حاجة. إحساس بالذنب من ناحية إيه؟ من ناحية الذنوب الصغيرة. يعني مثلًا أنا عملت النهارده ذنب معيّن، أنا شايفة إن هو صغير أوي ومش مشكلة وكل الكلام ده، بس ده أكتر حاجة بتخلّيكِ تُقعي في ذنب أكبر بعدها. ما ينفعش إنِّك تقولي ده ذنب صغير وبعد كده هابقى أتوب عنه. طبعًا، طبعًا كلنا بنجاهد وكلنا بنعمل ذنوب كتير، ومش بنقدر نتوب منها على طول، بس على قد ما نقدر، على قد ما نقدر الحاجات اللي فعلًا نقدر نلمّها نستغنى عنها. الحاجات اللي بتبقى محتاجة مجاهدة شوية، بتبقى محتاجة يعني نَفَس أطول شوية، خلاص بس إحنا كده، كده حاطينها في الخطة، اللي هو إن شاء الله في يوم من الأيام أنا هاعمل كذا، ومش في يوم من الأيام وتمني وخلاص. لأ، أنا فعلًا باشتغل بأقصى مجهود إن أنا أمحي كل الحاجات اللي مش عاجباني في نفسي دي. حاجة تانية برضه باحسها مهمة جدًا، هي دايمًا الطموح، أو دايمًا إنِّك يكون عندِك خطة، دايمًا يكون مش قاعدة ساكتة كده، اللي هو أنا حياتي هادية خالص ما فيهاش أي حاجة، ما فيهاش أي حاجة جديدة، ما فيهاش أي تجربة جديدة. فكّري كده إمتى آخر مرّة عملتِ حاجة لأول مرّة؟ اللي هو بجد فكّري فيها كده. طَب أنا بقى لي كتير أوي ما عملتش حاجات لأول مرّة، ما جرّبتش حاجات جديدة.
الحاجات دي بتفرق جدا جدا يا جماعه بجد في الشخصيه، بتفرق جدا في النفسيه كمان، طبعا كده كده بتفرق في النفسيه، بس كمان بتفرق في الشخصيه، اللي هو بتخليكي بقى انت طالما انت جربتي ده وجربتي ده وجربتي ده، فانت مبقتيش خايفه، مبقيش عندك الخوف اللي في الاول. بعد كده البيئة اللي حواليكي، يعني الناس اللي حواليكي ناس إيجابية ولا ناس سلبية، ولا ناس عادي زي ما انتوا بتصحوا زي ما بتناموا، السنة دي زي السنة الجاية زي السنة اللي بعدها مفيش أي حاجة بتتحسن خالص، أو بيشدوكي لتحت. الناس دي حتى لو هم أعز صحابك بجد نصيحة، لأ ما تكمليش بجد. ليه؟ مش عشان انتي شخصية بياعة، ومش عشان انتي بتصحي مزاجِك إنِّك تقطعي مع ده تقطعي معاه، ولا تقطعي مع ده تقطعي معاه، لأ مش كده خالص، بس هي فعلًا الفكرة إن ما فيش حد هيتطوّر ويتحسّن حتى لو أنتِ شايفة إنِّك أقوى شخصية في الدنيا، أو حاسة إنِّك شايفة لأ مش هيأثّروا عليَّ، ما فيش كده بجد، هُم فعلًا هيأثّروا عليكِ حتى لو أنتِ مين، هيأثّروا عليكِ. فبجد نصيحة، يعني الناس دي كلّها مش المفروض إن هُم يكونوا موجودين في حياتِك من دلوقتي طالما أنتِ قررتِ فعلًا تطوّري. لو فيهم حد عايز يتحسّن، حد فعلًا شبهِك، حد اللي هو بيسعى معاكِ لده، ما عنديش مشكلة إن أنتم تبقوا تمام مع بعض وتاخدوا بإيد بعض وتطوّروا للأحسن، ده ما فيش مشكلة طبعًا، بالعكس أنتم كده هتشجّعوا بعض. بس فعلًا لو حد مش عايز ده، فخلاص يا جماعة أنت اللي هو أنتِ في طريق وأنا في طريق، مش هينفع يعني. عشان بكل بساطة يعني أنتِ نَفْسِك المفروض تبقى أغلى حاجة عندِك، اللي هو أنتِ لو مش أنتِ أغلى حاجة عندِك فاللي هو مين طيب، يعني مين بجد؟ وبرضه إنِّك تعالجي مشاعرِك القديمة، يعني لو في أي مشاعر متراكمة، مشاعر مثلًا موقف حصل زمان أو مش موقف بسيط لأ حدث كبير حصل، هو جه وقت إن أنتِ تعالجيه، اللي هو يعني أنا هافضل لحد إمتى ماشية بالمشاعر دي، هافضل لحد إمتى ماشية بالمشاعر اللي بتخلّيني مُحبطة واللي بتخلّيني قاعدة مكاني مش قادرة أتحرّك، ناس مثلًا خذلوني جدًا، فأنا طول النهار في عياط مثلًا وطول الليل في عياط وماسكة أألِّف في الصور وماسكة أفتكر الذكريات وكل الكلام ده. أنا عارفة إن كل حاجة في البداية بتبقى فعلًا صعبة وبتبقى مش بإيدينا، اللي هو فكرة إن أنا حصل معايا موقف أو حدث كبير جدًا مش قادرة أتخطاه، دي فعلًا حاجة كبيرة جدًا وحاجة بتبقى محتاجة وقت إنِّك تعملي heal فيه، أنا عارفة حاجة زي كده كويس، بس هو في الأول قرار، اللي هو أنا قررت إن أنا خلاص يا جماعة، يعني أنا مش عايزة أي مشاعر وحشة تاني، أو مش عايزة أفتكر كل اللي حصل ده تاني، فهو قرار في الأول، وبعدين بقى مجرد ما خدتِ القرار ده، فهي بعد كده دماغِك لوحدها automatic سبحان الله بتهيأ لِك إن أنتِ تعملي التخطي ده، أو إنِّك خلاص تmovي on وما فيش أي حاجة حصلت، هتعيشي فعلًا وجع شوية حلوين ووقت طويل. بس في الآخر اللي هو لازم نفوق، يعني خلاص ما فيش وقت بجد، ما فيش وقت، كل حاجة بتعدّي بسرعة وأنا ما عملتش أي حاجة، كل ده بابكي على اللبن المسكوب زي ما بيقولوا، وما فيش أي حاجة جديدة. وكمان المشاعر بتعمل حِمل كبير أوي، أوي على الكتاف كده وعلى قلبِك، بتحسّي إن أنتِ مش قادرة تتحرّكي، مش قادرة تتكلّمي، مش قادرة حتى تفتحي بُقِّك تاكلي عشان من كتر ما أنتِ مشاعرِك تقيلة أوي، من كتر ما أنتِ عليكِ حِمل تقيل أوي، فجِه وقت إن أنتِ خلاص تخلّصي من كل ده. وخلّي عندِك دايمًا تطوّر مستمر، يعني إنِّك تعملي feedback كده لنَفْسِك كل فترة، طَب أنا كنت فين امبارح، بقيت فين النهارده، طيب أنا السنة الجاية هامشي بمعدل إيه عشان أوصل للسنة الجاية وأنا أحسن. بس دي كانت كل حاجة عايزة أقولها النهارده، وأنا الصراحة متحمسة أوي إن أنا أعمل حاجات أكتر، حاجات تنفعكم أكتر، ومتحمسة أوي أشوفكم بأحسن نسخة من نفسكم. إن شاء الله كل ده يحصل، وبجد بجد مع الاستمرارية كل حاجة أنتم عايزينها إن شاء الله هتحصل. فأنتم ممكن تقولوا لي مثلًا أفكار حاجات تانية عايزينّي إن أنا أعملها، نتكلم فيها أكتر، دردشة كده بسيطة، vibes لذيذة وحلوة إن إحنا نتكلم فيها أكتر المرة الجاية، قولوا لي ده. واعملوا بقى الحاجات اللي هي الshare والsubscribe والحاجات دي كلها عشان نعمل حاجات أحسن وأكتر من الفترة الجاية إن شاء الله. بس أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.